السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض مخلل اللفت بطريقة كده سهلة وبسيطة وعلى طريقة ام ندى. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، تابعوا الفيديو للاخر وان شاء الله تستفادوا. زي ما انتم شايفين كده، سموا الله وصلوا على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللفت ده يا حبايبي كان جاي لي هديه من جارتنا، ربنا يا رب يبارك فيها ويديها الصحه والعافيه ويوسع عليهم، اللهم امين يا رب العالمين، ويرزقهم من حيث لا يحتسبوا، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تبارك الله، كانت جايبه لي كميه حلوه وقلت اعملها بقى بمناسبه ان احنا في الشتاء، والشتاء بحب المخلل اللفت. فغسلته بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده. بحطه كده في طبق كبير فيه ميه، واسيبه شويه كده يتنقع عشان بيكون فيه طين وكده. انتوا عارفين ان اللفت بيكون من الحاجات اللي بتكون موجوده تحت الارض، فبيكون محمل بالطينه وكده. فبغسله كويس يا حبايبي وبقشره زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. ما شاء الله تبارك الله، شايفين اللون والجمال والحلاوه ما شاء الله تبارك الله. طبعا العروق بتاعته او العيدان بتاعته قطعتها زي ما انتم شايفين كده بالسكينه. وجبت يا حبايبي البتاعة دي جميلة جدا، جبتها ب5 جنيه، يعني هي مش غالية ولا حاجة. قلت اقطع بيها اللفت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله تبارك الله، بتديها شكل حلو كده. دي تنفع برضو في البطاطس، برضو بتديها شكل حلو للبطاطس لو انت عايزة ولادك ياكلوا بطاطس محمرة وكده ويكون شكلها حلو، برضو بتنفع فيها. ودي برضو تنفع في مخلل الجزر، برضو بتدي شكل جميل جدا للجزر. بصوا يا حبايبي انا بقطعه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. طبعا انت لو ما عندكيش القطاعة عادي بالسكينة ينفع، كل حاجة بتنفع، ما فيش حاجة ما تنفعش. زي ما انتوا شايفين بقطعه بالطريقة العادية خالص، وبعد كده هنشوف احنا هنعمل فيه ايه. هو ليه طريقة كده، لازم ان انت تعمليها كويس علشان يطلع معاكي مظبوط وما يكونش طعمه وحش، فاهمين؟ وريحته برضو ما تكونش وحشة. بعد كده يا حبايبي حطيته في مصفى زي ما انتوا شايفين كده، اي مصفى عندك بقى حطيه فيها. وبعد كده هنجيب الملح البحري اللي هو الملح اللي هو الخشن، وهنبدأ نرش عليه. بترش عليه ليه يا منى؟ عايزين يا حبايبي ننزل المية اللي موجودة فيه بالطريقة العادية خالص. هتبدأي ان انت تقلبي كده من فوق لتحت ومن تحت لفوق لحد لما ايه توصلي، يعني الملح يوصل من فوق لتحت كده. عايزين المية اللي موجودة في المخلل او في اللفت ده تنزل، مش عايزين فيه مية خالص، وهقول لكم ليه. بس كده هسيبه كده شوية وبعد كده هوريكم بعد ما بقلبه كويس. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ شايفين اللون بتاعه اخضر وجميل ما شاء الله تبارك الله. انت قلبيه بس كويس كده من فوق لتحت علشان خاطر يكون الملح يعني ملفوف فيه، يعني من فوق لتحت. بعد كده حبايبي سبته حوالي ساعتين في الملح، وبعد كده هوريكم المية اللي نزلت منه عاملة ازاي. شايفين كمية المية؟ نزل كمية مية حلو. بعد كده حبايبي لنجاح المخلل اللفت لازم تحطوه في مية سخنة، وتكون مية من السخان او مية انت سخنيها، علشان خاطر عايزين لونه يقلب من اللون الاخضر للون الاصفر، علشان تاخدي نتيجة مخلل جميلة وطعم حلو ويستوي معاكي ويكون طعمه حلو كده، ما يكونش ممرر ولا اي حاجة. شايفين ما شاء الله تبارك الله؟ انت هتعمليه على طول يا منى ده. لا يا حبايبي، بعد لما بحط عليه ميه سخنه زي ما انتوا شايفين بالطريقه دي كده، هبدا ان انا اسيبه وابيته لتاني يوم. ليه بقى؟ علشان خاطر يعني ايه اي حاجه وحشه فيه ميه يعني يدبل معايا شويه. بصوا لونه عامل ازاي ما شاء الله. ده تاني يوم كان لونه بقى لونه قلب للون الاصفر من الاخضر للاصفر. بس كده هصفيه كويس يا حبايبي من المية. وبعد كده تعالوا نشوف انا بعمل له محلول ايه. ده على طريقتي انا، معرفش القنوات التانية او الناس التانية بتعمله ازاي، بس دي احلى طريقة يعني انا معتمداها ما شاء الله تبارك الله، على طريقة امي وجدتي وصحابي وكل الناس حبايبي اللي اعرفهم. تعالوا يلا نشوف هنعمل فيه ايه. صفيته كويس يا حبايبي وخليته زي ما انتوا شايفين في المصفى، وادي لونه بقى باللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هكون بقى محضره البرطمانات، طبعا تكوني معقماها كويس، طبعا بتكوني غسلها بميه سخنه يعني وتنشفيها كويس، وبعد كده تبداي تحطي فيها الحاجه بتاعتك. شايفين هو البرطمان مش غالي ولا حاجه، البرطمان من ده حوالي مش عارفه ب10 او ب12 ونص حاجه زي كده يعني. بعد كده هعبي الكلام ده كله في البرطمان. وبعد كده يا حبايبي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله تبارك الله الكمية كانت حلوة. عايزة اقول لكم الكمية دي عملت لي برطمان ونص برطمان التاني.
كنت مفكرة ان هي هتملى البرطمانين، بس هي جت في ايه، في البرطمان ونص. انت اعملي الكمية اللي انت حباها، او اللي انت يعني يعني بتكفيكي او كده. بس انا عشان كان عندي مخلل ليمون، وكان عندي مخلل الحاجات اللي انا كنت عاملاها اللي هي بتاعه الكرنب وكده، فما شاء الله تبارك الله كان عندي برطمان مليان للاخر يعني. بس كده يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين طريقته سهلة وبسيطة ومفيش اي افتكاسات خالص فيها. بس كده ملينا البرطمان والنص برطمان التاني. بعد كده بصوا بقى طريقتي اللي انا بعتمدها في اي مخلل انا بعمله. لازم يكون عندي يا حبايبي المش، عارفين المش اللي هو بتاع الجبنة؟ انا بحبه. لو ما عنديش مش، بكون عندي مثلا ايه الجبنة اللي هي القديمة، ممكن اروح جايه ضربها كده في الخلاط مع شوية مية تكون مغلية قبل كده وباردة، واضيف عليها شوية كده من الملح واللي هو ايه يا حبايبي، الفلفل الاحمر. بكون دقاه كده بكام فص كده من التوم، بعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله تبارك الله، دي بتديكي نتيجة كويسة جدا لأي مخلل انت تعمليه. تمام كده. بعد كده بمسح كده كويس الدنيا واظبط الدنيا من حواليا، علشان خاطر البتاعة دي ملهاش بوز يعني تنزل لي كده في البرطمان على طول. بصوا بقى، كان محتاج مني، فانا برضو هضيف له كده ميه كنت غليها قبل كده. وبعد كده بضيف لها 5 معالق كبار من الملح. انا ضفت حوالي لتر ونص من الميه. هتقلبيه كويس، علشان خاطر عايزين المحلول ده يكون ايه، دايب معايا كده وحلو. بس كده يا حبايبي، مش هضيف اي حاجه خالص، ولا سكر ولا اي حاجه خالص خالص. انا هسيبه زي كده. القنوات التانية بتحط عليه خل وبتحط عليه سكر. بصوا بقى، هما اللي ما بيعملوهوش بالطريقه دي، ان هما يبيتوه في الميه وكده. لا، هما على طول بيعملوه سريع. ما بيكونش حلو، وطعمه ما بيكونش للدرجه زي ما انت يعني زي ما انت عايزاها. لا، انا عايزاه يطلع معايا مخلل اعرف اكله. فاهمين؟ يعني المخلل ده ان شاء الله اسبوع هاكل منه. بس كده يا حبايبي، انا نضفت كويس وظبطت الدنيا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده ايه، هبدأ ان انا اغطي البرطمانات بتاعتي. ما شاء الله تبارك الله، كنت بجيب الاكياس علشان احطها على الوش كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان خاطر مش عايزة اي هوا يدخل للبرطمانات بتاعتي. بس كده يا حبايبي، وده كان فيديو النهاردة. اتمنى ان هو يكون عجبكم وكونوا استفدتم منه. لو انتوا حابين الطريقة بتاعتي جربوه بطريقتي، وان شاء الله هتعجبكم جدا وهتدوقوا احلى مخلل لفت ممكن تعملوه. في ناس بتحط بنجر عليه وكده، هنا ما بحبوش عندي البنجر. فانا عادي هعمله بالطريقة بتاعتي اللي انا معتمداها في اي مخلل انا بعمله، وبشهادة كل الناس اللي بدوق المخلل بتاعي بيشكروا لي فيه. فانت ان شاء الله جربي الطريقة دي، وبإذن الله الطريقة تعجبك. اتمنى ان الفيديو بتاعي يكون سهل وبسيط عليكم وكونوا استفدتم منه. وما تنسوش الدعاء الجميل بتاعنا يا حبايب قلبي، نسينا نقوله في الاول. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اني ابرأ من حولي وقوتي، والجأ الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. عايزه اقول لكم يا حبايبي، انتوا كل شويه كده وانتوا في المطبخ رايحين جايين، افضلوا قلبوا كده في البرطمانات وترجوها كده من فوق لتحت. يعني قلبوها كويس، علشان خاطر عايزين من فوق يكون زي من تحت بالظبط نفس الطعم. وبس كده يا حبايب، ايه رأيكم يا جمال ويا جمال؟ مخلي اللفت جميلة. هنعمل عملنا برطمان جميل، وعملنا نص برطمان برضو. انت اعملي الكمية اللي تعجبك. كانت طريقته سهلة وبسيطة وجميلة، حبيت ان انا افيدكم معايا. قلت ان انا ايه اعمله لكم اول مرة اعمله على القناة بتاعتي، وان شاء الله تكونوا تستفادوا منه يعني. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.